أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة 6 بتوقيت القاهرة، ونبدأها بالخبر التالي بجريدة الأخبار اليوم. بدأ المتحف المصري بالتحرير في مشروع ترميم اللوحات الخشبية الخاصة بالمعلم المصري القديم حيث المعروضة بالطابق الأرضي بالمتحف، وقد تم اكتشاف مقبرته عام 1912، وبالمقبرة لوحات خشبية محفورة بإتقان منذ عهد الدولة القديمة في مصر، ولا تزال بحالة جيدة. تظهر صورة حسرع على ظهر عملة ال200 جنيه، وهي عبارة عن تمثال رجل يجلس ويضع على ساقيه ورقة من البرد، ويمسك في يديه أدوات الكتابة تسيطر عليه ملامح الوقار، إلا أن الكثيرين لا يعرفون أن ذلك الرجل رمز للمعلم المصري القديم. حين كان مهنة الكاتب المعلم من أرقى المهن لسنوات طويلة في عهد القدماء المصريين، كان الحكيم ينصح ابنه ويقول له: كن كاتبا، لأن مهنة الكاتب المعلم من أرقى المهن. وكان المدرسون يحثون طلابهم على الإقبال على التعليم بكتابة المقالات البليغة التي يشرحون فيها مزاياه. أما المعلم فقد مارس دوره التعليمي في مدارس ملحقة بالمعابد يلتحق بها الأولاد والبنات دون تفريق لتعلم الكتابة والحساب والرسم، وفي مرحلة متقدمة يلتحق بجامعات كبرى تسمى برانخ أو بيت الحياة. ومن الجدير بالذكر أن العالم الجليل الطبيب حيسراع كان من أقدم المعلمين، حيث كان أحد كبار رجال الدولة في عصر الملك زوسر من الأسرة الثالثة بالدولة القديمة، كما يعد أول طبيب تاريخي له لوحة خشبية. تتميز مقبرته بلوحات مختلفة مصنوعة من الخشب صور عليها حيسراع في هيئات مختلفة مصحوبة بألقابه، ويعرض منها 3 لوحات في المتحف المصري.